طيب، عليك بطلب العلم. اطلب العلم. العلم نور كالمصباح يستضي به من سار في الظلام. والدنيا ظلمات، فتن والشياطين انس وجن واختلافات وغشاشون ومعلومات مدسوسة وأعداء للإسلام من الكفرة من الشرق والغرب ومن أهل البدع، وما في النفس من هوى وطمع وجشع وحسد. من ينجو من هذه كلها إن لم ينجيك الله ويحفظك الله؟ كثيرة جدا. فذاك من المشروع أن يستعيذ المسلم بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويتفقه في الدين حتى يستطيع أن يتجنب. فمن لم يعرف الحق يفوته، ومن لم يعرف الباطل يقع فيه، ومن عرف الحق وعرف الباطل استطاع أن يتبع الحق وأن يجتنب الباطل بالعلم. ها؟ فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم قال إيش؟ ما يريد الله بخيرا فقهه في الدين. مفهوم من هذا الحديث أن من لم يريد الله بخيرا، هذا يا إخوان، يصرفه عن الفقه في الدين. نعم.